بتحتوي على مادة فعالة اسمها أميسولبرايد، ودي بتنتمي لعيلة اسمها اتيبيكال أنتي سايكوتكس أو مضادات الذهان غير التقليدية. لكن استخدامها مش بس في الذهان، دي كمان بتستخدم أحيانا في علاج الاكتئاب المقاوم أو اضطرابات القلق والقولون العصبي بجرعات صغيرة. طيب إزاي بتشتغل؟ المخ فيه مادة اسمها دوبامين، دي اللي بتتحكم في المزاج، الحركة، التفكير وحتى الشهية. لو الدوبامين زاد قوي ممكن يسبب هلاوس أو أفكار مش واقعية، وده اللي بيحصل في الفصام مثلا. أما لو الدوبامين قل قوي فالشخص هيحس بخمول، اكتئاب، أو مش قادر يستمتع بأي حاجة. هنا بقى بيجي دور الأميبرايد. الجرعات الصغيرة منه زي ال50 أو ال100 مللي جرام بتمسك في مستقبلات الدوبامين اللي بتمنع إفراجه وتوقفها، فبيحصل زيادة بسيطة في الدوبامين تحسن الحالة المزاجية ويعتبر مفيد في حالات الاكتئاب. أما الجرعات الكبيرة الأعلى من 400 مللي جرام فبتمسك في مستقبلات الدوبامين نفسها وتمنعها تشتغل خالص، فتقلل الدوبامين جدا، وده مفيد لو فيه هلاوس أو اضطراب ذهاني. يعني ببساطة الجرعات القليلة بتزود الدوبامين وده مفيد في الاكتئاب والقلق. أما الجرعات الكبيرة فبتقلل الدوبامين ودي مفيدة في الفصام أو الذهان. وأوقات بيأثر على هرمون اللبن أو البرولاكتين ويعليه، وبالتبعية ممكن يسبب اضطراب الدورة أو إفراز لبن من غير حمل. طيب إيه هي دواعي استعمال الأميبرايد؟ أو بنوصفه لمين تحديدًا؟ أول حاجة في حالات الفصام أو السكيزوفرينيا وده الاستخدام الأساسي بتاعه. الدواء هنا بيشتغل على تقليل الهلاوس، الشكوك والأفكار الغريبة، خصوصًا فعال جدًا مع الأعراض السلبية زي الانطواء والخمول. كمان الاكتئاب المقاوم، في بعض الحالات اللي المريض بياخد مضادات اكتئاب ومفيش تحسن الدكاترة ممكن يضيفوا جرعة صغيرة من الأميسولبرايد عشان تحسن المزاج وتدي دفعة كويسة. كمان في اضطرابات القلق العام أو الاجتماعي بجرعات صغيرة بيقلل القلق والتوتر، وساعات بيستخدم مع الناس اللي عندها السوشيال فوبيا أو الخوف من التجمعات. كمان بيوصف في حالات عسر الهضم الوظيفي. ممكن تستغرب بس بجرعات صغيرة جدا الدواء ممكن يستخدم لتحسين حركة المعدة وتقليل الغثيان لأنه بيشتغل شوية على الجهاز الهضمي زي مادة الدومبريدون. وبيوصف تحديدا في حالات القولون العصبي. كمان اضطرابات المزاج الخفيفة بيكون في اضطرابات في المزاج ولكن مش اكتئاب حاد لكن دايما مش مبسوط، أميبرايد ممكن يساعد هنا بجرعات خفيفة. كمان ممكن يوصف في حالات الذهان بعد الولادة أو البوست بارتم سايكوزس. في حالات معينة ممكن يستخدم لو في أعراض ذهانية بعد الولادة، بس طبعا القرار الطبي هنا بيكون حساس جدا. طيب يلا بينا بقى نعرف الآثار الجانبية بتاعة الأميبرايد أو إيه هي أضراره. هنبدأ الأول بأشهر الآثار الجانبية اللي بتحصل مع ناس كتيرة. أول حاجة زيادة هرمون اللبن البرولاكتين، ودي أكتر حاجة بتحصل وبتسبب إفراز لبن من الثدي حتى من غير رضاعة، ولخبطة في الدورة عند البنات، وضعف جنسي أو نقص الرغبة عند الرجالة. وممكن كمان يعمل تضخم بسيط في الثديين. كمان ممكن يسبب دوخة أو صداع أو نعاس شوية، خصوصا في أول أيام من استخدامه والجسم لسه بيتعود. كمان ممكن يسبب زيادة في الوزن مش عند الكل، بس بعض الناس شهيتهم بتزيد شوية ووزنهم بيزيد مع الوقت. في بقى آثار جانبية أقل شيوعًا بس لازم نخلي بالنا منها. في أعراض بتشبه شلل الرعاش، يعني ممكن يظهر رعشة خفيفة في الإيد، تيبس بسيط في العضلات، بطء في الحركة بس غالبًا بتحصل في الجرعات العالية. كمان أرق أو اضطرابات في النوم، بعض الناس ممكن تحس إنها مش عارفة تنام أو نومها متلخبط. كمان مشاكل في القلب ودي نادرة جدًا زي إن الدواء يبطئ نبض القلب شوية أو يطول حاجة في رسم القلب اسمها الQT interval. عشان كده ما ينفعش يتاخد مع أدوية تانية بتأثر على القلب إلا بإشراف طبي. كمان ممكن يسبب تشنجات أو أعراض عصبية، ونادر جدا، ولكن لو حد عنده استعداد للصرع فلازم يقول للدكتور. خلينا بقى نحكي عن موانع استعمال الأميبرايد أو مين الناس الممنوعة من استعماله. أول حاجة في حالة إن عندك حساسية من الدواء نفسه أو أي مكون فيه، يعني لو جربته قبل كده وسبب لك حكة، ضيق تنفس أو تورم فممنوع تماما تعيده. كمان لو عندك ورم في المخ بيفرز هرمون اللبن زي حاجة اسمها برولاكتينوما، لأن الدواء ده أصلا بيرفع هرمون اللبن فبيزود المشكلة أكتر. كمان لو عندك مشاكل شديدة في القلب زي بطء في ضربات القلب أو فشل قلبي حاد، أو لو رسم القلب بتاعك فيه لونج كيوتي سندروم، فوقتها الدواء ممنوع عشان ممكن يزود المشكلة ويزود خطر اللخبطة في ضربات القلب، وخصوصا لو بتاخد أدوية تانية بتأثر على رسم القلب أصلا، فلازم تبلغ دكتورك الأول لو بتاخد أي أدوية تانية. كمان لو عندك ورم في الغدة الكظرية أو الفيوكروموسايتوما، وده نوع نادر جدا من الأورام بس مهم تعرفه عشان ممكن يزود الضغط ويعمل مضاعفات لو خدت أدوية زي الأميبرايد. كمان لو عندك فشل شديد في الكلى، الدواء ده بيخرج عن طريق الكلى، فلو الكلى تعبانة جدا ممكن يتراكم في الجسم ويسبب أعراض زيادة. كمان الحمل والرضاعة ما يتاخدش من غير إشراف طبي دقيق جدا من الدكتور عشان بيأثر على هرمونات زي البرولاكتين وممكن يعدي للطفل. نروح بقى لجرعة الأميبرايد أقراص.
الجرعة بتختلف على حسب الحالة الصحية للمريض. يعني في حالات الفصام وده الاستخدام الأساسي وبيحتاج جرعات عالية، الجرعة بتكون من 400 ل 800 مللي جرام يوميا، وممكن توصل ل 1200 مللي جرام في اليوم لبعض الحالات الشديدة. وغالبا بتتقسم الجرعة مرتين في اليوم كل 12 ساعة. طب ليه الجرعة كبيرة؟ زي ما قلنا قبل كده، عشان تقلل الدوبامين في المخ وتسيطر على الهلاوس والأفكار الغريبة. أما في حالات الاكتئاب المقاوم وده استخدام أوف ليبل ولكن بيتكتب كتير تحت إشراف طبي، الجرعة بتبدأ من 50 مللي جرام مرة واحدة يوميا، وممكن توصل ل 100 أو 200 مللي جرام بالكتير قوي على حسب الحالة. أما في حالات القلق أو اضطرابات المزاج الخفيفة، فده برضه من الاستخدامات الأوف ليبل، والجرعة بتكون من 25 لحد 100 مللي جرام في اليوم مرة واحدة. وأخيرا بقى مشاكل المعدة زي الغثيان أو عسر الهضم الوظيفي، وده استخدام قليل ومعتمد في بعض الدول، فالجرعة في الحالة دي بتكون صغيرة جدا وبتبدأ من 12.5 مللي جرام لحد 50 مللي جرام في اليوم. والأميبرايد يعتبر ليه بدايل بنفس المواد الفعالة زي السكيزو كنترول والسوليان.